أهلا أهلا، صباح الخير ومساء الخير بتوقيتكم. صباحكم سعيد ومساءكم أسعد بإذن الله. طبعا يا بنات عندي اليوم شوية أغراض جبتها من بندا. جبت النوتيلا هذه يا بنات، بما أنه صحي راح أكل منها. كمان عندكم هنا قالب جبن الداري، لكن طلبت أنه يكون مبشور فبشروا لي. طبعا مقدار كيلو يا بنات. كمان جبت الجبن الموزاريلا هذا من برايد، تمام، جبن يا بنات. كمان جبت لورباك أو زبدة لورباك القوالب الصغيرة. وكمان جبت توست النخالة هذا، لا إله إلا الله. جبت توست النخالة يا بنات، هذا مرة ممتاز من هيرفي. كمان جبت البقرات الثلاث 900 جرام، تقريبا ب41 هذه يا بنات. وللأسف طلعت لي شبيهة جبن. هذا هو التوست. وهنا يا بنات هذه جبن داري خالص، جبن تقريبا ب23 ريال. وبرايد يا بنات 27 عليها خصومات. وهذا يا بنات تقريبا ب54 في 100 حبة القوالب الصغيرة. مرة حلوة يا بنات كفطور. طبعا هذه كلها طالبتها للفطور. طبعا مربى عندي، زيتون عندي، زيت زيتون كمان، زعتر موجود، كمان الشاي الأخضر عندي موجود. فطلبت الأشياء ناقصة. هذه الأشياء يا بنات. ونوقف تخبيص. صراحة أنا مو يعني بيج مرة، بس حبيت شوي أنزل من وزني يعني كصحة، لكن مو مرة أكون مرة فري. هذه هي بنات الجبن، راح أكملها هذه عادي، راح أستخدمها. وهذا التوست النخالة يا بنات، زي ما قلت هذه الأغراض من بندا، كان تقريبا الواحد ب6 ريال. وهنا يا بنات دخلنا على العجن واللت، وراح أصلح معاكم. طبعا عجينة المعتادة يا بنات اللي كل مرة نزلتها لكم بالقناة، مرة حلوة يا بنات. طبعا غطوها مشان ما تنشف، واشتغلوا سريع مشان ما تخمر زيادة، تضاعف زيادة. هنا عندكم الحشوة، حشوة دجاج مع جبن الموزاريلا. شايفين شكلها ما شاء الله، شكل العجين حبيت أوريكم هي. وراح نفرد مع بعض ونشكل مع بعض. شايفين ما شاء الله. طبعا القالب يا بنات قالب الضفيرة، شايفين قديش حلوة. طبعا أنا استخدمت القالب الكبير ليه؟ مشان أنجز أكثر. طبعا هنا الحشوة يا بنات، أول حاجة تضيفي زيت زيتون أو سمنة عندك بلدي، تمام. تضيفي مقدار ملعقة كذا حلوة كبيرة، وتشوحي يا بنات البصل. بعد كذا تضيفي شوية ثوم، بعد كذا فلفل حار، وتضيفي كمان الجزر. بعد كذا تضيفي الدجاج المنسل، طبعا مطبوخ قبل بالمطيبات، تمام. وتنسليه أو تفرميه زي ما وريتكم قبل بالمضرب يا بنات تبع الكيك أو خفاق البيض. وبعد كذا برضو على إضافة الموزاريلا أضيف موزاريلا كذا جانبية. وراح نشوف. هنا جبت يا بنات قطعة وراح أفرد معاكم، وبرضو راح نحشي. هنا فردت العجين يا بنات، راح أوريكم السمك اللي يعني يكون مناسب، مو تخليها يعني سخينة. شايفين السمك يا بنات ما شاء الله، راح تنفش وتطلع لك بشكل حلو، يعني الواحد ما ياكل عجين، تمام. فشايفين هذا الشكل يا بنات. وأضيف الحشوة. طبعا هنا المقدار متوسط، ما هو قليل ولا هو أوفر. فكذا مع الجبن يا بنات تبع الموزاريلا، وأي حشوة انتي حابتها، حشوة لحمة، حشوة خضار، حشوة أجبان، حلا، حاجة يعني حلوة، مرة حلوة يا بنات وفظيعة. شايفين زي ما قلت هذا قالب الضفيرة يا بنات، تحصلوا في محل كماليات ب5 و75 هللة، يجيكم 3 مقاسات. أنا صراحة استخدمت الحجم الكبير مشان أنجز، تمام. في حجم أصغر وأصغر، هذا إذا كنت كذا ما عندي شغلة حابة فنتك فعادي.
شايفين؟ أضيف الجبن الموزاريلا براحتك، حطي الكمية اللي تحبيها. طبعا أكيد ملح يا بنات بالدجاج وفلفل والمطيبات اللي انتي حابتها، مثلا كزبرة، سينابون، هيل، اللي تحبيه مع نكهة الدجاج. شايفين ما شاء الله؟ طبعا هذا القالب يا بنات الكبير أو الطاوة الكبيرة، طبعا من كل نوع صلحت نفس كذا. البيتزا كمان يا بنات صلحت قالب كبير زي كذا. وهنا عندكم يا بنات صفار بيضة مع كريمة الطبخ، تمام، وحبة فانيلا أو خل نمكسها مع بعض. طبعا نفس القالب يا بنات اللي قلت لكم تبع الفطاير، صلحت بيتزا كمان، وكمان صلحت عيش البلبل. تمام، ما صورت معاكم عيش البلبل، راح أصلح معاكم عيش البلبل مع فطاير البطاطس بإذن الله في فيديو جاي إن شاء الله. شايفين يا بنات؟ ونمكس كذا، وبعد كذا ندهن السطح وندخلها الفرن. أحيانا البيض ما يجيك فيه زفرة إذا كان جديد وكويس. شايفين هنا كمان طبق لكم يا بنات، هذا اتوقع دور البيتزا. نفرد يا بنات، والسمك برضو نص سنتي تقريبا، وراح تنفش هي يا بنات وتتخن بالشكل هذا يا بنات البيتزا. شايفين ما شاء الله؟ وراح يا بنات نضغطها من الوسط، راح أوريكم من الأطراف، سواء تضغطيها بصباعك أو بملعقة صغيرة مشان تتشكل لك فجوة جوات الميني بيتزا. تمام، أضفت يا بنات إضافة حلوة اللي هي عندك، إذا عندك كفتة إذا كان حجم صغير ضيفيها كاملة، إذا كانت الحجم الكبير اضغطيها اقطعيها بالمنتصف. شايفين هنا يا بنات نضغط بالإصبع أو بملعقة، يعني تتشكل لكم فجوة. شايفين ما شاء الله؟ هنا راح نضيف صوص البيتزا، وبرضه صلحت لكم في القناة اللي تبغى تشوفه، مرة حلو يا بنات ولذيذ، وتقدري تجمديه تستخدميه في أي وقت ويفك أزمة طبعا. هنا طبعا أضفنا الصوص يا بنات، بعد كذا أضفنا الكفتة يا بنات اللي مقسمتها أنصاص، بعد كذا أضفنا الزيتون والفلفل الرومي، تمام، وبعد كذا الجبن يا بنات، الجبن الموزاريلا. أو حابة تمكسي يكون أحلى، جبن موزاريلا مع شيدر يعطيكي كذا حموضة أو ملوحة مرة حلوة. طبعا يا بنات الكفتة مبهرة وجاهزة، حابين تاخذوا من الكبير أو نبيل أو أمريكانا، هذه الثلاث الأنواع مرة فظيعة وحلوة يا بنات، ومرة جربوها كذا، تاكلوا كذا مشاوي على بيتزا على مخبوزات، شي فظيع يا بنات وروعة. زي ما قلت إذا كانت صغيرة تقدري تضيفي الحبة كاملة، إذا كانت كبيرة تقدري تقسميها. مرة حلوة يا بنات، إضافة حلوة. وهذا البيتزا يا بنات كمان زي ما قلت صلحت عش البلبل صينية نفس كذا، لكن ما صورتها معاكم، راح أصورها إن شاء الله في فيديو سابق مع نوع آخر من الفطاير إن شاء الله. فشايفين الشكل؟ طبعا البيتزا كمان صلحتها أكثر من مرة، بس هذه فكرتها يا بنات إنه فيها الكفتة مرة حلوة. وهنا هذه الفطاير يا بنات تبع الدجاج يا بنات مع الجزر والجبن الموزاريلا، مرة حلوة يا بنات، تنفع كفطور في العصاري، تنفع كمان في عشاء لو بتروحي زيارة وبتقدمي حاجة حلوة يا بنات، مرة ممتازة. تقدري تفرزنيها يا بنات، ما عندك أي إشكالية، على طول أول ما تجهز كذا وتهدى تبدأي تكيسيها وتفرزنيها، مرة حلوة. وأول ما تطلع من الفرن يا بنات ترشيها برشة موية، تمام، تغطيها بمفرش وتخليها الرطوبة والحلاوة والطراوة ما شاء الله، وتخزنيها. ووقت ما تحبي تاكلي صراحة أنا أشوف الفرن أفضل من الميكروويف، لما تدخليها الميكروويف بعد كده تقريبا 5 دقايق 10 راح تنشف. وجربوا في أي نوع خبز، لكن في الفرن لما تشغلي من فوق تحت تخليه حار وبعدين كده تدخليها حق 3 دقايق يا بنات، مرة روعة، وتاكليها تجلس طرية معاكي لفترة.
مرة حلوة. شايفين ما شاء الله. أتمنى يعجبكم الفيديو يا بنات. مرحبا بالجميع، ولايك وشير وكومنت، وشيروا الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. أكون شاكر وممتنة لكم، وادعموا قناتي إن شاء الله. فيكم وبيكم نكبر يا رب. وهذا تحميرها يا بنات مرة روعة. طبعا الجبنة اللي استخدمتها يا بنات اللي هي البقرات الثلاث. أنا أحبها صراحة، لكن ما انتبهت لشبيهة الجبن. هو يقولوا ما في فرق، الفرق إنه بس منزوعة الدسم أو الدهون. فهذا يا بنات، وأنواع الجبن ما شاء الله متوفرة، وأسعارها مرة حلوة، وينزل عليها عروض كثير. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. إن شاء الله تقضوا وقت ممتع.